لو عندك عزومة ومحتارة تعملي ايه وعايزة تعملي اكتر من صنف وبطريقة مختلفة وجديدة، تعالي وانا اقولك نعمل ايه مع بعض بصدر فرخة واحد بس قبل ما نبتدي الوصفة احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي ريهام، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير. يلا تعالوا مع بعض نشوف الوصفة ازاي. اول حاجة هجيب حلة واحط فيها مية واسيبها تغلي، وهنزل عليها بصدر من الفراخ. لو عندك صدر بقى فرخة جاهز ومستوي ممكن تقدري تعملي بيه الوصفة. هنا سبته على النار لحد ما يستوي معايا، ونزلت عليه برشة ملح وفلفل. وبعد ما استوى بقيت اللي انا اقطعه لقطع صغيرة جدا زي ما انتوا شايفينها في الفيديو كده. وهنا كنت ببتدي ان انا اهرسه كويس قوي بالسكينة بحيث ان هو يكون معايا قطع صغيرة. وهنا معايا فلفلاية، انا ما عملتهاش كلها، عملت نصها. يعني لو انت حابه تحطي الفلفل كله حطيه، لو حابه تحطي جزء منه براحتك، ولو في فلفل الوان متوفر عندك حطيه. وهنا جبت بصلايه برضو قطعتها لمكعبات صغيره زي ما انتوا شايفينها في الفيديو. وهنا كان معايا بتنجان برضو، ابتديت اللي انا غسلته طبعا الاول، وابتديت اللي انا اقطعه كده شرايح رفيعه بالطول زي ما انتوا شايفينها. بس انا في الوصفة دي استخدمت بتنجانية كبيرة وبتنجانية كمان صغيرة، قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. وابتديت ان انا انزل عليها بفلفل وملح وبابريكا، لو مش حابة تحطي البابريكا براحتك. وهنا بعد ما تبلتهم جبت طاسة وعليها معلقة من الزيت، وابتديت ان انا احط البتنجان عليها لحد ما ياخد لون، واقلبه على الوجه التاني. وبعد كده ابتديت اللي انا احط معلقة من السمنة وانزل عليها بالبصل، ونزلت بالفلفل. وكان عندي كرفس في التلاجة حطيته، وده اختياري، حابة تحطيه حطيه، مش حابة خلاص. وهنا ابتديت اللي انا انزل بالفراخ، بالقطع الفراخ، ونزلت عليها بملح وفلفل وحبة وكاري. وابتديت اللي انا اقلبهم مع بعض. انا هبتدي اللي انا اعمل طبقة بشاميل. حطيت انا معلقة من الزبدة عليها معلقة من الدقيق، وابتديت اللي انا اقلبهم كويس مع بعض لحد ما الدقيق يبتدي يصفر كده معانا وريحته تطلع. واول ما بتبتدي ريحته تطلع هبتدي اللي انا احط عليه اللبن هنا كان معايا دافي، ولا كان ساقع ولا كان سخن. ابتديت ان انا انزل عليه بملح وفلفل، وهنا ابتديت اقلبه كويس لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه، اللي هو ولا تقيل ولا خفيف. هنا ابتديت اللي انا اجيب البتنجان واحط عليه الفراخ اللي احنا عملناها مع بعض، وابتديت احط عليه برضو موتزاريلا. الموتزاريلا دي اختياري، حابه تحطيها حطيها، مش حابه خلاص. وابتديت اللي انا الفه زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده اهو. طيب هنا برضو ابتديت ان انا حطيته في صينيه، وهنا ابتديت ان انا احط عليه صلصه، وابتديت ان انا هنا برضو انزل عليه بالبشاميل اللي احنا عملناه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وابتديت برضو اللي انا انزل عليه بموتزاريلا. زي ما قلت لكم الموتزاريلا اختياري، حابين تحطوها حطوها، مش حابين خلاص. ودي كده كانت اول وصفة معايا نعملها مع بعض. وهنا هبتدي ان انا احطه في الفرن يدوب الجبنة تسيح وياخد لون معانا ونطلعه، لان كل حاجة فيه كانت مستوية. اتبقى معايا شوية من
الفراخ. فابتديت ان انا افكر ان انا اعمل بيه وصفه تانية. هنا ابتديت ان انا اجيب بطاطس كانت عندي، كمان كوسه تغسلها كويس جدا، وحطيت عليها الملح والفلفل والبابريكا، ورصيتها في صينيه وحطيتها في الفرن ان هي تستوي. وطبعا قلت عبال ما تستوي كنت هنا جايبه جبن مشكله، اي انواع جبن عندك مشكله حطيها، وابتديت ان انا احطها على باقي الفراخ واقلبهم كويس مع بعض. هنا بقى بعد ما طلعت من الفرن، وهنا بقى ابتديت ان انا افتحها بالسكينه كده، وابتديت ان انا اهرس اللي جوه الكوسه. ابتديت ان انا احط عليها شويه ملح وشويه فلفل، وابتديت ان انا هنا احط الجبن والفراخ اللي احنا عملناهم مع بعض، الميكس الجبن والفراخ. ونفس النظام في البطاطس برضو، قطعتها بالسكينه، وابتديت ان انا اهرس البطاطس من جوه. وبعد كده هبتدي انزل عليها بالفراخ والميكس الجبن اللي احنا حاطينها اهي، وهبتدي ان انا ادخلها الفرن تاني ان هي دوب تاخد الجبن تسيح. وهنا حطيت عليها رشة زعتر، ودي اختياري برضو، حابين تحطوها حطوها، ومش حابين خلاص. بس الزعتر يا جماعة بيخلي طعم الحاجة وريحتها في حتة تانية خالص. وهبتدي ان انا احطها في الفرن لحد ما الجبنة تسيح معانا وتاخد برضو وش. وهنا طلعت من الفرن اهي، شايفين جمالها. وبكده الفيديو خلص معايا، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش ان انتوا تعملوا شير كتير لاصحابكم عشان يعملوا الوصفات دي، وما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير. مع السلامه.